اهلا وسهلا بكم في حدث مهم جدا. انا انس المصري، الممثل الاعلامي لمنظمه الامم المتحده للفنون. منظمه الامم المتحده للفنون ليها تاثير قوي جدا في الشرق الاوسط وافريقيا. من اهم الحاجات او من اهم الاهداف اللي هي بتسعى لها المنظمه نشر السلام ما بين الدول ونشر الثقافات المختلفه بشكل ايجابي. طبعا احنا هنا في يوم عظيم جدا في احتفاليه المبدعين لتكريم 3 فئات. الفئه الاولى فئه الاطباء، الفئه الثانيه فئه السفراء، الفئه الثالثه فئه الام القدوه، امنا القدوه الجميله. كنا بس عايزين نعرف يعني احنا بعد اختيار وابحاث كبيره حوالين شخصيه حضرتك، فاخترناك انك حضرتك تكوني ام قدوه للحدث الجميل ده. فكنا يعني عايزين بس رساله من حضرتك توجهيها لامهات مصر كلها. أنا بقول لكل أمهات مصر ما تكبروش على أولادكم، انزلي لمستوى تفكير ولادك واقعدي اتكلمي معاهم عشان تفهمي هم بيعملوا ايه، وعلميهم القراءة. أنا علمت ولادي يقروا عشان يستفيدوا من الأفكار اللي بتتقال في الكتب، وكنت بشجعهم اللي يخلص كتاب قراية ويجي يقول لي محتواه ايه بياخد 100 جنيه. ما شاء الله. فكانوا بيفرحوا قوي وبيقروا. انت بتعملي عمليه بناء وعي. ايوه، عايزاهم يعرفوا البلد فيها ايه والعالم كله فيه ايه والادباء بيقولوا ايه، انما ما يكتفوش بس بالدروس بتاعه المدرسه. فالحمد لله احفادي بقى واحده معيده في الجامعه وواحد مهندس في شركه لوريال، لان انا ربيتهم على طريقه صح. فبقول لكل ام ما تكبريش بمخك على أولادك، وشاركيهم أفكارهم وشجعيهم على القراءة وعلى معرفة كل ما يقال في البلد عن طريق الكتب الجيدة اللي انت تكوني قريتيها مقتنعة ان أولادك يقروها عشان يطلع مخهم كبير وينجحوا في عملهم. والله حقيقي ام قدوه، ويعني احنا احسننا الحمد جدا. لله. انا سعيده باللقب ده قوي. لينا والله، وسعيد جدا بحضرتك باللقاء الجميل ده. اشكرك. شكرا.